ده الأسبوع الرابع من محاولة توثيق رحلة الفورمة بدون مكملات، والصراحة أقدر أعلنها تدريجيا إن أنا النهاردة بدأت أقتنع إن جسمي احتمال ما يحتاجش مكملات أو كرياتين أو أي حاجات تانية، وبالذات إن إحنا بقينا بنفتح الفور يو وبنشوف واحد قاعد على الدكة حزين مشغل السماعة وبعد كده يفتح علبة الكرياتين أو علبة البريكو أوت وبياخدها قبل التمرين، فأنت خلاص بقيت مقتنع إن أنت مش هتوصل للفورمة أو الجسم كويس غير لما تاخد الحاجات دي. فاللي كنت بعمله ان انا بحاول اوثق رحله اشوف فيها هل انت فعلا تقدر توصل للاجسام بتاعت الناس دي بالاكل الطبيعي ولا لازم تاخد مكملات زيك زيهم. والصراحه في الاسبوع ده بدات اقتنع ان انا لا، احتمال ما اخدش. بالنسبه للاسبوع الثالث كان عندي فيه نزله معويه، واللي جاله نزله قبل كده عارف ان النزله عباره عن ان انت بتاكل اي حاجه او بتشرب اي حاجه فبترجعها برضه. فاخدت الاسبوع كله ريكفري، ما نزلتش فيه الجيم نهائيا، ريحت جسمي، لان مش معنى ان انت وقفت اسبوع ده معناه ان هو هيضيع فورمه احلامك. اكيد الجسم اللي انت حاولت تبني على مر السنين مش هيضيع عشان انت ريحت اسبوع واحد بس. في نفس الوقت انت كده كده مش داخل بطوله، ففكره ان انت تعطل اسبوع مش هتفرق معاك جرام جرامين، كتله عضليه كتلتين نشفان بتاع، مش هتبقى نهايه الكوكب بالنسبه لك. بعيدا عن ان كل اللي بيدخلوا بطولات بيحصل لهم خوازيق من الحاجات دي، دايما قبل البطوله تلاقيه تعب، جاله نزله، جاله كذا كذا، والشاطر فيهم اللي بيلحق نفسه وبيقوم من الوقعه بسرعه عشان الحاجات دي بتفرق عندهم قوي. وجو البطولات الصراحه بالنسبه لي دلوقتي هو لسه بعيد المنال، ولكن مش هيفضل كده على طول ان شاء الله. المهم نبدا بروتين اليوم بتاعنا. نبدا اليوم بتمرين فاكيوم، بعد كده سكابيولا ستيتش او سكابيولا بوش ابس، اي حاجه انت حابب تعملها فيهم عشان ابعد عن تجنح لوح الكتف، وفي نفس الوقت احمي نفسي من ان انا يبقى عندي اتب وما اعودش نفسي عليه. بعد كده بطلع اوزن نفسي على الميزان بدايه كل اسبوع عشان نعمل تراك للوزن ونشوف هل التضخيمه ماشيه تمام ولا لا. بعد كده بفطر، وبعد ساعه ونص كده مثلا بطلع على الجيم. النهارده عندنا بول داي، بعد كده بنطلع على الجيم وبنبدا ندخل ناخد التمرينه بتاعتنا. وانا كنت بحاول اشرح لكم يعني ان انا عندي نزله وكده، ولكن الصوت كان بالمنظر ده. بعد وقت اداء المجموعه الاولى اكتشفت ان كويس بينزل تحت سنه. ايوه بالظبط كده، لان كان في شقه فوقينا بتتهد فما عرفتش اصور. ومن هنا جت فكره الفويس اوفر، ان انا اجرب اعمل فويس اوفر على التمرينه. اول حاجه التسخين، الشكل ده كافي ووافي ان هو يشغل كل العضلات المساعده اللي عندك زي لوح الكتف وكتفك نفسه وكوعك. لو عايزني اتحنك عليك واقول لك اسمه فاسمه كيبل 19 باند اكسترنال روتيشن. المهم هات اي كابل واربطه وحرك كوعك فوق وتحت. تمام. نبدا التمرينه بتاعتنا. عندنا اول حاجه وايد رو، هنجيب الاوزان. اول حاجه هنجيب 40 و40، ودي بتبقى مجموعه التسخين بتاعتنا، مش مجموعه فعاله، يعني مش بتتحسب ضمن الفوليوم وانت بتسجل الاوزان على ليفت او اي تطبيق بتسجل الوزن بتاعه، بس هي مش بتتحسب كمجموعه فعاله ومش بتجيب فيها عدات ياما، يعني مش بتوصل للفشل العضلي. خلينا نقول ان انت بتجيب 4 او 5 عدات بس. بعد كده نخش على المجموعه الاساسيه بتاعتنا. تمام كده 60 و60 لودد. ايه اللي انا ملاحظه في المجموعه دي صراحه؟ اول حاجه السماعه فاصله. انا لابس السماعه عشان ما حدش يكلمني، بس عشان انا عارف انت ازاي بتصور لابس سماعه. السماعه فاصله شاحن، لكن كل ما اجي اصور حد يجي يكلمني وكده فلبست السماعه، لانه طبيعي لما حد يشوفك لابس سماعه مش بيكلمك. اللي انا ملاحظه ان انا كنت محتاج اعمل ارش بنش سنه، وزاويه كوعي مش عجباني، يعني انا ماليش زاويه كوع ثابته على الجهاز ده. كل اسبوع مره تلاقيني طالع بالكوعي فوق ومره تلاقيني طالع بيه تحت، ولكن انا شايف ان دي افضلهم لحد دلوقتي. محتاج بس ارفع راسي سنه، لان انا كده كاتم على نفسي مجرى التنفس، مش عارف اتنفس لان انا قافل راسي لقدام. بالنسبه للعدات كويسه، 6 او 7 هبكتب عليها زي الفل. وصلنا للفشل العضلي ودي المجموعه الاولى. بعد كده بنخش المجموعه الثانيه. بعد كده هنخش على اللات بول داون ماشين. وهتسألني ليه بطلت تلعب لات بول داون اللي هو السحب العالي العادي، جهاز السحب اللات بول داون. بص، في كذا حاجة. أول حاجة إن أنا لما بزود الوزن هناك كوعي دايما بيقفل ناحية قدام، وما عنديش القبضة اللي هي العادية اللي هي طالعة لبره دي. يعني عندي القبضة التانية ديت اللي هي ناحية جوه، اللي هي بتشغل باي قوي، وأنا مش ببقى عايز أشغل باي أصلا. الباي بتفالير مني أو بتحس بالفشل العضلي قبل اللات، فبنزل عشان الباي وجعاني. زائد ان انا مش ببقى مستريح فيها، مع ان كل الناس على التيك توك يقول لك طالما القبضه دي عندك اعرف ان الجيم بتاعك تمام. لا لا لا، هي مش حلوه عامه. فاخترت جهاز عادي، زائد ان الجهاز ده طالع لبره او عنده عامل دايره لسنه بره شويه، والصراحه اوزاني فيه حلوه. فلما بلاقي جهاز الاوزان فيه كويسه وفي نفس الوقت بوصل فيه فشل عضلي وفي مساحه ان انا ازود فيه وزن، بستريح فيه وببدا اتمرن عليه. بسم الله على بركه الله، نخش المجموعه. هل في اي ملاحظات؟ لا الصراحه الفورم جامد، بنزل للاخر بطلع للاخر.
بالنسبه للتيمبو كويس قوي، مش مستعجل، زي الفل. بطني مشدوده، المشكله في القرش، انا عايز اقتل حته القرش دي. يعني القرش الاول كنت بعمله اسود من كده، انا قللته بس عايز اقلله اكتر. ولما تسحب، كل ما سحبت ناحيه صدرك لقدام كل ما كان افضل. فمجموعه جامده ما فيهاش اي كلام. عندك مجموعه كمان هسيبها لك برضه. بعد كده نخش الياك. وانا بدات اعمل حاجه في الالياك كده، ان انا آه كنت فاهم الاسترتش غلط. اول حاجه يعني انا ما كنتش برجع للاخر، يعني كنت بلعب نص المدى حركه تقريبا، مش عارف الصراحه. المهم هتلاقيني بقيت بستريتش للاخر شويه عن ايام زمان، مع اني المفروض لو انا شغلت عقلي ايام زمان شويه هو ده المدى الحركي الكامل اللي انا كنت بعمله ساعتها. ده كنت مقتنع ان انا بعمل نص دايره، وان النص دايره بتبدا مثلا من هنا، من عند قدام كده، هسحب لك من على ده. لا، هو انت المفروض تلعب مدى حركي كامل، مش تعمل ستريتش اوفر بقى اللي هو تمد لقدام وبتاع. لا لا، كده تمام. والصراحه كنت مستريح قوي في اداء المجموعتين دول جدا. وحتى لما بدات اعمل كده الفتره الاخيره ملاحظ ان اللات عندي بدات تتطور قوي. لكن في نقطه حاسس ان انا محني، وده بيبقى حاطط حمل على العمود الفقري، لان انا مخلي العمود الفقري عامل كده. محتاج ابطل حته الحنيه اللي هي ناحيه الجنب دي، وبس انزل كتفي تحت تحت شويه شويه. لان اللات طبعا بتعمل ابسلاترال روتيشن ولاترال فليكشن، فانت مش عايز تميل عشان ما تخليش العمود الفقري يبقى عليه ضغط، وفي نفس الوقت لودد وزن، وفي نفس الوقت مايل ناحيه جنب. بعد كده بندخل هامر كيل، ودي اول مره العبه بالشكل ده ومبسوط قوي. كان شكل جامد عن الهامر كيل العادي. كده انا خليت الهامر كيل يحمل اكتر في وضع الاستطاله. تمام، ليه؟ الله اعلم. بقيت ببدا بيها المجموعه قبل الارتكاز وقبل اي شكل باي تاني، وبنوع بين القبضات، ماليش اي حاجه في الباي. لكن لما بدات اهتم بالهامر كيل والعبها في الاول حسيت دراعي فرق قوي. وغالبا ده بسبب ان انا كنت العضله اكتر عضله فرقت معايا في شكل ده هي البريكياليس، لانها كانت كويسه، وانا ما كنتش بلعب هامر كيل كتير، ما كنتش مهتم بيها لانها كانت كويسه، واهملتها مما ادى انها تتقلب عليا. فده يدينا درس ان اي عضله لما هي تبقى نقطه قوه عندك، ده مش معناه ان انت تشيل الفوليوم نهائي. تمام. بعد كده دخلنا بيتشر كيرل او ارتكاز. اللي كان بيشوف الفيديوهات القديمه كان هيلاحظ ان الدكه بتاعت البيتشر كيرل بتاعتي كانت بتبقى مايله اكتر من كده. ولكن مؤخرا كالعاده جربت الدكه وهي كده، وحسيت ان انا اتطورت بيها اكتر. فالواحد بيجرب فيه كذا تعديل على التمرينات النهارده، ما تتصدمش يعني. اهم حاجه ان انا ما روحتش لوزني القديم، رفعت الدكه درجه يبقى اعمل حسابك ان وزنك هينزل لان جسمك مش متعود على المدى الحركي ده. نزلت الوزن، رجعت الوزن اقل، ما قلتش كتير يعني، من 20 ل 17 ونص، مش فيها قوي. ولكن الرينج بتاع العدات هتلاقيه قليل، 4 عدات. وفي نفس الوقت هتلاقي المدى الحركي اكبر لان انا رفعت الدكه. ايه الملاحظات اللي انت ممكن تعملها لما يحصل لك حاجه زي كده؟ اول حاجه، بما انك خليت الهامر كيرل في الاول، فاعمل حسابك ان الشكل الثاني اللي بعدها على طول اللي هو الدمبل بيتشر كيرل عداته هتقل. فما تستغربش لما تلاقي العدات بتاعتك مثلا بعد ما كنت بتلعب بتجيب 8 عدات وخليته هو تاني مجموعه بقيت بتجيب فيه 6 عدات. طالما وصلت للفشل العضلي فانت كده حفزت. واهم حاجه، اهم عامل الفشل العضلي هو الميكانيكال تنشن، ما تقلقش من الموضوع. ومع الوقت جسمك بيتعود على معدلات الاجهاد ديت، وهتبدا عداتك تزيد بالتدريج. ولكن الحكمه ان انت تثبت الموضوع ده عشان جسمك بيتعود، بيعمل ادابشن، فما تقعدش كل شويه تقدم وتغير في الاشكال. بعد كده نخش على البوزنج، وفي تطور رهيب في الباي والظهر، بسم الله ما شاء الله يعني صراحه. والصراحه البوزنج ده خلاني اقتنع اكتر بفكره بدون مكملات. يعني شايف جسمي كويس قوي قوي قوي. ومتولي هنا لازم نشوف له عروسه يا جدعان، وضعه تأزم يعني، بقى بيبص على الناس كلها اللي بتعمل بوزنج، اللي عنده عروسه متولي يقول لنا. المهم، في تطور جامد في الظهر، وفي تطور جامد في الدراع. ولكن البنش محتاج شغل قوي، واللات محتاجه شغل قوي. الظهر بقى فيه كثافه عضليه كويسه، ولكن لسه محتاج شغل. بس ده كان ابديت كده على السريع، وان شاء الله في الفلوجات الجايه تبقى من الجيم. بس كده كان معاكم عبد الرحمن بونت. السلام عليكم.